مرحبا في شبي يمني فود. أنا كاثرين أبو هدال، واليوم أصلح الطبيخ اليمني. المكونات: تحتاج 2 بطاط مقرش مقطع، بامية مقطع، صلصة طماطم حوالي 3 كوب، كوسة نص كوسة مقطع، طماطم 1 طماطم مقطع، باذنجان حوالي نص واحدة صغيرة مقطعة، بصل 1 بصل مقطع، فلفل حار أخضر مقطع حوالي 2 أو حسب الذوق أكثر أقل. كمان ثوم 3 فصوص ثوم مفروم، ملعقة صغيرة من الحوايج أو البهارات الذي تريد. كمان ملح حوالي ملعقة صغيرة إلى ربع، وكمان زيت حوالي ربع كوب. تطبخ البصل والزيت فوق نار متوسط حتى تغير البصل لونه أحمر حوالي 10 دقائق، ثم تضيف الثوم والفلفل الأخضر وتخليه يطبخ لمدة دقيقة أو دقيقتين. تضيف الطماطم وتطبخه حتى الطماطم تذوب شوية، وثم تضيف له صلصة ثم تضيف البطاط، الباذنجان، الكوسة، البامية، الحوايج والملح، وكمان 2 كوب ماء. تغطي الصحن وتطبخه فوق نار متوسط، تفوره حوالي لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة حتى تكون جاهز ورطب البطاط. وثم إذا نفسك تبخر بعض الماء ممكن تخفف الحرارة شوية وتفتح الغطاية وتطبخه حتى تبخر الماء. شكرا لزيارتكم في القناة. إذا تتمنى أكثر ممكن تزورني في الفيسبوك والإنستغرام. شكرا.